السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم عروسي من فوق النهاردة بإذن الله. أخيرا هعمل أوضة النوم. طب ليه أخيرا؟ بصراحة الأوضة دي عشان تتعمل قعدت 3 أيام مش عارفة أعملها، كل ما أجي أعملها يحصل حاجة، كل ما أجي أعملها يحصل حاجة، فالحمد لله النحس اتفك عنها وقلت بقى أعملها. بصوا بقى، أنا والله العظيم متضايقة جدا بالرغم إن أنا مقفلة جدا من بره، بس انا اتصدمت كل ما افتح شباك الاقي المنظر ده، الاقي تراب والاقي عنكبوت والاقي حاجات غريبة كده. مش عنكبوت اللي هو الحي ده، لا، اللي هو الخيوط بتاعته دي اللي هي بتتلم على التراب. اتصدمت. طب انا مقفلة ده انا طول فترة الصيف انا الشقة مكتومة، عارفين مفيش هوا مفيش نفس، وكل ما افتح شباك الاقي المنظر ده. فمش فاهمة في ايه بقى، يعني انا مش فاهمة فيا ترى ال- الحاجة اللي انا حطاها ورا في الشباك ديت تقريبا هي فيها خرام ضعيفة فمش باينة. فللأسف انا انخدعت فيه في المفرش اللي انا فرشته ده، فدخل لي تراب وحاجات. بس انا بقى طبعا مش هشيله دلوقتي خالص اما الشمس بقى تدوبه، لان بصراحة هو الموضوع مرهق جدا، يعني عقبال ما انتي بتركبيه وكده بيبقى الموضوع صعب. فانا قلت الى حد ما هو برضو يعني هيش الضوء شوية، لان انا بصراحة مش بحب الضوء. فقلت هو برضو هيش الضوء شوية، بيبقى مضلم الأوضة يعني وكده، انتوا عارفين انا عن نفسي يعني واحدة ما بتحبش تنام في النور، بحب انام في الضلمة او ضوء هادي جدا يعني. حتى لو بالليل ببقى مشغلة نور المطبخ بعيد خالص، وببقى نايمة انا في الأوضة، فما بيبقاش واصل غير حاجة بسيطة او ضوء خافت، يعني ضوء بسيط. طبعا بقى نفضته وقفلته ورحت جايه بقى دخلت على اي حاجه بقى في الاوضه، بقيت بمسحها كويس جدا. جيت بقى ايه، قلت هشيل تحت السرير. طبعا انتوا عارفين الروتين بتاعي لما بيبقى روتين آه، يعني عميق، بحب ان اجيب من تحت كل حاجه. بس بصراحه بصوا بقى، بعد ما جيت اشيل لقيت بص الاكياس نظيفه، الارض تحت اهيت انا مصوره لكم. لان انا فرشه كراتين وفرشه مشمعات، بصوا المشمع الرصاصي معلوش حتى بص هفو التراب. فقلت لا خلاص، انا كده كده كنت شايله قرايب اصلا ومنفضه تحته، وكنت حاطه حاجات تحته، فعشان كده كنت عامله تحته. فقلت ايه، انا اصلا تعبانه، فطالما هو نضيف خلاص يعني مش مشكله. على دخلة ان شاء الله العيد هبقى هشيل بقى تحت السراير كلها، لان انا لقيت ان السراير فعلا كلها نظيفة وكده. فجيت هنا بقى بدأت ان انا امسح. طبعا المية ديت زي ما انا قلت لكم دايما بحط فيها دوني، ولو انت عايزة تحطي خل يكون احسن طبعا جدا. بس انا مش عارفة، برغم ان انا مسحت الشقة كلها المرة دي محطتش خل ليه، برغم ان الخل حلو جدا يا جماعة والله، وبيشيل الطاقة السلبية. بس انا بصراحة مش عارفة ايه اللي خلاني ان انا اكسل او ما احطوش، مش عارفة والله. برغم انه فرصة ان انا عملت الشقة كلها ان كنت مسحته بخل، بس يلا الحمد لله اتعود بقى في مرة تانية. جيت هنا بقى مسحت طبعا بقيت الأوضة. بصوا تحس ان الأوضة كده بتبرق، والله العظيم يعني اختلاف السما بصوا عن الأرض. طلعت طبعا مسحت كل حاجة بره في الصالة. الصالة دي شربت مني المر، اقسم بالله كل حاجة كنت بطلعها فيها بره عشان انضف الأوض. ومسحت برضو التسريحة كله بره عشان ما يخشش تاني ذرة تراب جوه في الأوضة، كله بره. وجيت بقى فرشت السجادة ديت، وابتديت بقى ان انا افرش السجاد كله. وهبتدي بقى ان انا طالما فرشت ابتدي ادخل بقى كل حاجة انا كنت حطاها بره مسحتها ابتدي ادخلها. بالشكل ده كنت خلاص دخلت كل الحاجات دي اهو بالشكل ده. لسه بقى هبتدي بقى ان انا افرش المفرش بتاع السرير. طبعا انا المفرش ده كنت جايبه في عيد، كنت مش جايباه بصراحة لأوضة النوم، انا كنت جايباه للأوضة اللي هي التانية، اللي هي أوضة ماما، اللي انا بتبقى ماما عندي دي بتبقى فيها. ف جيت قلت لا انا هفرشه هنا عشان يبقى لايق مع المفرش اللي انا هفرشه الستان. طبعا مفرش الستان ده بتاعي حلاوته ان هو عامل زي المفارش التركي اللي طالعه اليومين دول، اللي هي مش منفوشه، وفي نفس الوقت سيمبل قوي كده ورقيق، وانا بصراحه بحبه وبحب لونه قوي، لونه كشمير حلو ولايق مع لون الاوضه.
ولون الستاير، وبصراحة لونه حلو. انا من يوم يعني هو ده بتاع فرحي، من يوم ما اتجوزت وانا بحبه. بسيط كده وهادي وشكله حلو. طبعا انا فرشاه لاني برضو هتغطى بيه اليومين دول لحد ما الشتا يخش بقى ونطلع البطاطين او اللحفة او نشوف ايه اللي هيطلع بالظبط. طبعا هنا بقى كنت فكيت المروحة. لازم ان انا كل حاجة تخش الأوضة تبقى نظيفة جدا. المراوح دي والله بتشوف معانا الذل. طول فترة الصيف هي اللي نفعانا بصراحة. فطبعا كانت اللي كان عليها كنت حاسة انه مش تراب، انا كنت حاسة ان عليها هباب. بقت في حاجات سودة كده بتبقى موجودة معايا غريبة. بص والله يعني حاجة صعبة قوي. انا مش عارفة انا ازاي وصلت شقتي بالشكل ده، بس فعلا فعلا البني ادم لما بيبقى تعبان، والله العظيم يا جماعة فعلا بيبقى غصب عنه. انما بقى البني ادم اللي بيوفر صحته ويبقى قاعد عشان خاطر ما يعملش، لا ده منه لله. والله بجد. ف انا بقى ما صدقت ان انا يعني كنت كل ما اجي كده ابص للشقة، هي انتي وصل بيكي الحال كده ازاي؟ برغم ان انا زي ما قلت لكم ان انا ايدي فيها على طول. الترويق الطبيعي اللي انا كل يوم اكنس واشفط بالمكنسة، كل يوم اروق مكاننا واحنا نايمين، اغسل هدوم، اغسل مواعين، اغسل بوتاجاز. يعني اللي هو الترويق اللي هو الطبيعي اللي انت بتعمليه في اليوم، روتينك اليوم. انما روتين عميق انا ما كنتش ببقى قادره ان انا اعمل روتين عميق. بس انا فرحانه جدا الحمد لله ان انا عملت، وان انا مسكت فعلا كل اوضه كانت من حقها ان هي تاخد يوم ليها. ده حقيقي، عشان اجيب كل حاجه فيها وكل تفصيله فيها. الأوضة اللي كنت أعملها أقفلها ممنوع الدخول. يعني أنا ما نمتش في أوضة النوم، أنا نمت في أوضة الأطفال لحد ما جيت بقى دور أوضة الأطفال. طبعا هتتعمل هي كمان. فأنا قلت لأ، أعمل كده الأول وهدى على نفسي، والأوضة اللي تتعمل ما تدخل محدش يدخلها، ممنوع. منعا باتا، الا اذا انا اللي كنت داخله اجيب حاجه من الدولاب واخرج تاني وببقى عارفه انا داخله ازاي وخارجه ازاي. وابتديت هنا بقى ان انا ارص بقى كل حاجة. طبعا المفارش ديت اللي على التسريحة وعلى الكومودينات دي من ايام فرحي، بس بحس ان هي شتوية كده، بحس انها بتدفي الأوضة. فبصراحة بفرشها دايما في الشتاء. يعني انا دي مخصصاها للشتاء. لانها الخيوط بتاعتها تحس انها صوف، صعبة قوي ان هي تتفرش بصراحة في الصيف. فدايما غسلت بقى المفارش اللي هي بتاعت اوضه النوم دي وحطيتها عندها. ان شاء الله بقى في دخلة الصيف في العيد كده بفرشها بقى، بتبقى ايه، بتدي شكل تاني. يعني انا بحب التغيير، ان انا احط حاجة واشيل حاجة تانية وكده يعني. وهنا كده رصيت التسريحة كلها. وطبعا كنت حاطة غطا على المراية، لازم يا جماعة تغطوا المراية. كانت عباية لف كده بتاعتي، كانت من ايام الفرح برضو. طبعا ما عادش حد بيلبس عباية لف، فرحت جاية واخداها حطها في الغسيل تتغسل، وهرجع اغطي بيها المراية تاني، ده ضروري. وبكده بصوا بقى المروحة رجعت كده بتبرق، وكل حاجة كل حاجة في الأوضة رجعت بتلمع. وعقبالي يا رب مخلص بقية الأوض، ادعولي. ويا رب يكون الروتين خفيف على قلبكم كده وعجبكم. ولو اللي وراها حاجة زي ما قلت لكم قوموا اعملوها، حتى لو اوضه اوضه، بس تنضفيها تنظيف عميق جدا. هترتاحي، هتحسي ان انتي بجد انجزتي. آم، وزي ما قلت لكم ما تجوش على نفسكم. لو حاجه هتعملوا كل حاجه ان شاء الله اللي تمسكوا فيها، وهتبقى طبعا بنتيجه مرضيه جدا. وفي حفظ الله استناكم في فيديو جديد. الى اللقاء. يا رب يكون الروتين عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. باي باي.